بيبدأ الجزء الأول من فيلم الرعب جاك إن ذا بوكس مع راجل عجوز اسمه نورمان، وهو بيحفر في حديقة بيته وبيشوف قدامه صندوق أثري مصنوع من النحاس، وبيكون الصندوق شكله غريب جدا وعليه جزء دائري مترقم من 0 ل6 وجزء تاني عليه مجموعة من الحروف، وبتكون الحروف ثابتة على اسم جاك. فبياخد نورمان الصندوق وبيدخل البيت، ولما بيفتحه بيطلع منه لعبة على شكل مهرج، ولكن اللعبة بيكون شكلها مخيف. وبيحس نورمان ومراته أنيتا بطاقة غريبة طالعة من الصندوق، فبتخاف أنيتا وبتكون عايزة تخلص منه، على عكس نورمان اللي بيقرر يخليه في البيت لأنه من نحاس وممكن يبيعه. بعد كده بيسيبها نورمان وبيطلع اوضته، وبتفضل أنيتا مركزة مع المهرج لأنها حاسة إنه بيبصلها. وفجأة بيتحرك المهرج اللعبة وبيدخل جوه الصندوق، فبتخاف أنيتا وبتقرب منه بحذر. ولما بتقرب من فتحة الصندوق بتشوف إيد وحش خارجة من الصندوق، فبتصرخ بأعلى صوت عشان نورمان ينقذها. وبيهجم وقتها الوحش عليها وبيخلص عليها وبيسحبها جوه الصندوق. وبيكتشف نورمان إن مراته اختفت، وبيعرف من آثار الدم إنها اتسحبت جوه الصندوق. فبيحاول يفتح الصندوق بس بيفشل، فبيقرر إنه يتصل بالشرطة ويحكي لهم عن الصندوق عشان يخلصوا الناس من شره. وبعد 12 سنة بيروح شاب اسمه كيسي لشغله الجديد في متحف المدينة، وهناك بيقابل زميلته ليزا، وبيظهر عليهم إنهم معجبين ببعض من أول نظرة. وبتبدأ ليزا تعرفه على المتحف، وبتقول له إن مديرة المتحف راشيل مسافرة وهترجع بعد كام يوم. وبيتفرج كيسي على المتحف، فبيشوف قدامه صندوق النحاس بتاع جاك، فبيعجب بشكله وبيلاحظ ان في جزء عليه حروف، فبيغير الحروف وبيلاقيها بتتغير لوحدها وبيظهر اسم جاك، وجزء الارقام بيلف وبيثبت عند رقم 0. وفجأة بيبدأ الصندوق يطلع موسيقى صوتها غريب وبيتفتح لوحده وبيظهر المهرج جاك، فبيخافوا من شكله وبيكون كيسي مبهور بيه، فبيقرر يصوره على تليفونه. وبتتصل ليزا بخبير التحف الأثرية واللي بيكون اسمه ديفيد، وبتطلب منه يجي المتحف تاني يوم عشان يشوف الصندوق الأثري اللي لقوه. وبالليل بيدخل المتحف 2 حرامية وهما أرون وستيفن، وبيدوروا في المتحف على أي حاجة غالية يسرقوها. فبيروح أرون للصندوق بتاع جاك وبيكون مبهور بيه أول ما بيشوفه، وبيحس بطاقة غريبة طالعة منه، فبيقرر ياخده ويبيعه لأنه مصنوع من نحاس. وفجأة بيدخل المهرج جوه الصندوق وبتخرج إيد الوحش وبتبدأ تهجم على أرون لحد ما بتخلص عليه وبتسحبه جوه الصندوق، وبيلف جزء الأرقام وبيثبت على رقم 1. وبعدها بيسمع ستيفن صوت صاحبه وهو بيصرخ، فبيطلع من الأوضة عشان يبص عليه، وبيشوف ساعتها المهرج جاك وهو واقف قدامه، وبيكون جسمه زي البشر وعنده حوافر في ايديه زي الحيوانات. فبيستخبى ستيفن بسرعة عشان يهرب من جاك، ولكن جاك بيعرف مكانه وبيخلص عليه. وبعدها بيلف جزء الأرقام في الصندوق وبيقف عند رقم 2، وبيرجع الوحش مرة تانية للصندوق. وتاني يوم بيوصل كيس الشغل وبيلاقي باب المتحف مفتوح، فبيدخل وهو خايف لأن النهاردة ليزا أجازة ومحدش غيره موجود في المتحف. ولما بيدخل جوه بيتصدم إن المكان مبهدل، فبيفهم إن كان فيه حرامية في المتحف، لكنه بيستغرب إن مفيش أي حاجة اتسرقت من المتحف. فبيتصل على ليزا عشان تراقب كاميرات المراقبة، فبتصدمه إن الكاميرات بايظة، وبتطلب منه يخلي باله عشان لو حصل له حاجة محدش هيعرف الحقيقة لأن الكاميرات بايظة. وبعدها خبير الآثار ديفيد بيوصل للمتحف وبيروح يشوف الصندوق بتاع جاك، وأول ما بيشوفه بيتعرف عليه وبيبدأ يحكي لكيسي إن الصندوق ده مريب، وأول ظهور ليه كان من 200 سنة في فرنسا، وكان المعالجين الروحانيين بيستخدموا الصندوق في الجلسات الروحية عشان يخرجوا الأرواح الشريرة من أجسام الناس ويحبسوها جوه الصندوق. والموضوع ده فضل كده كام سنة لحد ما الصندوق اتباع وفضل يتنقل من واحد للتاني، وكل واحد اشترى الصندوق كان بيحكي للناس إن الصندوق ملعون وفي مهرج شرير بيظهر بالليل وبيخلص على الناس، وبيتوقع إن المهرج ده عبارة عن روح شريرة من المحبوسين جوه الصندوق بتتغذى على الأرواح اللي بتشتري الصندوق. فبيخاف كيسي وبيسأله لو كان الصندوق خطر عليهم، فبيطلب منه ديفيد يكلم خبير آثار وصحفي اسمه موريس، وبيعرفه إن موريس مهووس بالصندوق وبيكتب عنه مقالات كتير على النت عشان يحذر الناس من شره. فبيتصدم كيسي وبيبدأ الخوف يتملك منه، وبيقرر يكلم موريس عشان يعرف منه الحقيقة. وبيودع ديفيد عشان يمشي من المتحف، وبيشكره إنه ساعده يفهم قصة الصندوق. وبتوصل وقتها واحدة من زوار المتحف اسمها جوين، فبيرحب بيها كيسي وبيدخلها المتحف وبيعرفها إنه هينام لحد ما تتفرج على المتحف براحتها. فبتبدأ جوين تلف في المتحف لحد ما بتوصل للأوضة اللي فيها الصندوق، وفجأة بيتقطع النور عن المكان وبيظهر المهرج جاك وبيهجم على جوين وبيفضل يخنقها لحد ما بيخلص عليها وبيدخلها جوه الصندوق وبتختفي. وبيلف جزء الأرقام وبيثبت على رقم 3، وبترجع الكهرباء للمتحف مرة تانية. وبيفوق كيسي من النوم وبيلاحظ إن جوين مش موجودة، فبيستغرب إنها ما صحتهوش قبل ما تمشي، ولكنه مش بيهتم بالموضوع. وتاني يوم بيكون كيسي في طريقه للمتحف وبيشوف في طريقه إعلانات الشرطة عن المفقودين، وبيلاحظ إن في 3 أشخاص متغيبين وهم أرون وستيف وجوين، فبيتخض لأن جوين كانت موجودة امبارح في المتحف. وبيبدأ
وبيبدا يشك ان قصه الصندوق حقيقيه والوحش اللي جواها هو اللي خلص على جوين. فبيروح المتحف وبيبحث عن موريس على الانترنت لحد ما بيشوف مقال ليه عن الصندوق بتاع جاك، وبيعرف من المقال ان الصندوق كان بيتحبس جواه الارواح الشريره، واتجمعت الارواح مع بعض عشان تشكل وحش ضخم ومخيف، وفضلت الارواح محبوسه جوه الصندوق وبتتحرر في حاله ان حد يفتح الصندوق. ومع بدايه ظهور الوحش جاك بيبدا جزء الارقام يلف ويعد الضحايا اللي بيخلص عليهم، واللي لازم يكون عددهم 6. وبعد ما بيخلص جاك على ال6 ضحايا بيرجع يتحبس هو وكل الارواح الشريره جوه الصندوق لحد ما يجي شخص تاني ويفتحه، ويبدا العد تاني من 0 ل6. وبيحذر موريس ان اللي يلاقي الصندوق لازم يقفله على طول عشان يفضل محبوس جوه، وبيقول ان اللي بيفتح الصندوق بيعقد صفقه مع جاك ومستحيل جاك يخلص عليه. فبيخاف كسم المقال وبيبدا يفكر لو الكلام ده حقيقي فاكيد جاك هيخلص على 6 اشخاص قبل ما يرجع يتحبس في الصندوق، وبكده يكون ناقص له 3 اشخاص يخلص عليهم. ومش بيكون مصدق ان جاك مستحيل يأذيه هو، وفجأة بيحس بحركة غريبة في المكان، وبيحس ان المهرج جاك بيبص له وهو بيقرا المقال. وبترجع ساعتها راشيل مديرة المتحف من السفر وبتقابل كيسي وبترحب بيه، وبتعرف ان هو الموظف الجديد، فبتعتذر له انها ما استقبلتهوش في اول يوم لانها كانت في رحلة شغل ولسه راجعة، وبتودعه عشان ترجع مكتبها وتسيبه يكمل اللي هو كان بيعمله. وبتلاحظ راشيل ان كيسي تصرفاته غريبة بس مش بتهتم. وبتوصل بعدها عاملة النظافة للمتحف وبتبدأ شغلها في المتحف لحد ما بتوصل للأوضة اللي فيها صندوق جاك، وبتنظف الأوضة لحد ما بتلاحظ ان الصندوق كان موجود في الأوضة واختفى فجأة. فبتستغرب وبتفضل تدور على الصندوق لحد ما بتلاقيه على السلم، فبتتخض وبتخاف ومش بتكون عارفة هو وصل هنا ازاي. وفجأة بيبدأ الصندوق يشغل موسيقى غريبة، والمهرج جاك بيخرج من الصندوق وبيهجم على عاملة النظافة، وهي بتحاول تصرخ وتطلب المساعدة ولكنه بيقدر يخلص عليها بكل سهولة، وبيدخلها جوه الصندوق وبيلف جزء الأرقام وبيثبت عند رقم 4. وتاني يوم بيكون كيسي قاعد في المتحف بيسمع تسجيل صوت البنت صوتها خايف جدا، وبتعرفه البنت في التسجيل انها محتاجة مساعدته، وبترن عليه وهو مش بيرد عليها. وبتدخل وقتها ليزا المتحف وبتسمع التسجيل، فبتسأل كيسي عن البنت اللي بتتكلم في التسجيل، وبتعرف منه ان دي تارا خطيبته القديمة، وانها في يوم وهي راجعة البيت فجأة طلع عليها مجرم في الطريق وحاول يسرقها، وقدر يسرق شنطتها فعلا وطعنها في بطنها فوقعت على الارض، وفضلت تتصل بيه عشان ينقذها لكنه ما سمعش التليفون لانه كان نايم. ولما صحي عرف انها اتصلت بيه كتير لحد ما زهقت وسابت له التسجيل عشان تعرفه وتودعه لانها كانت بتحبه. وبينهار كيسي وبيكون حاسس بالذنب من يومها انه كان قادر ينقذ حياتها ولكنه فشل لانه ما ردش عليها لما كلمته في التليفون. فبتهديه ليزا لان ده القدر وانه ما كانش هيقدر يعمل حاجه لان ده قدرها انها تخسر حياتها في نفس اليوم. فبيقتنع كيسي وبيشكرها على كلامها وبيحكي لها عن اللي عرفه عن الصندوق وانه لازم يخلص على 6 ضحايا قبل ما يرجع يحبس الارواح الشريره. فمش بتصدقه وبيظهر انها خايفه جدا، وبتبدا تشك انه بيخرف وبيشوف تهيؤات بسبب خسارته لخطيبته واللي بتكون لسه مأثره فيه. ووقتها بيوصل محقق من الشرطه وبيعرفهم ان في 4 اشخاص مفقودين بقالهم كذا يوم، والرابط الوحيد بينهم انهم اتشافوا كذا مره وهم داخلين المتحف. وبيظهر انه شاكك في كيسي انه سفاح وهو اللي خلص على ال4 اشخاص دول، وبيكون كيسي عايز يحكي له الحقيقه وان اللي خلص عليهم هو المهرج الشرير جاك. ولكن ساعتها المحقق هيتاكد انه هو السفاح وهيدخله مستشفى المجانين بسبب كلامه عن الارواح الشريره اللي بتخلص على الناس بدون سبب. فبيضطر يكذب عليه وبيقول له انه ما يعرفش اي حاجه، وبيلاحظ ان ليزا هي كمان مش مصدقاه. فبيقرر يصور لهم الصندوق عشان يثبت لهم انه مش بيكذب وان السفاح الحقيقي هو جاك. فبيحط الكاميرا بتاعته قدام الصندوق عشان تصور اي حركه يعملها الصندوق، وتصور جاك وهو خارج بالليل. وبالليل بيدخل كيس الاوضه عشان يشوف تسجيل الكاميرات، وفجاه بتقطع الكهرباء في المتحف وبيظهر جاك وهو متعصب من كيسي وبيهجم عليه وبيضربه فبيقع على الارض وبيفقد الوعي. وتاني يوم بترجع ليزا للمتحف وبتشوف كيسي وهو واقع على الارض، فبتفوقه وبتساله عن اللي حصل، وبتعرف منه انه شاف جاك امبارح وضربه وخلاه فقد الوعي وكمان جرحه في دماغه. وبيجيب تسجيل الكاميرا بتاعته عشان يشوف فيديو خروج جاك من الصندوق لكنه بيتصدم ان مفيش اي حاجه في الفيديو. ووقتها بتبدا ليزا تشك فيه انه اتجنن وانه كل اللي بيحصل له بسبب اضطراب ما بعد الصدمه. فبيتضايق منها كيسي لانه متاكد انه مش بيكذب، وبيسيبها وبيروح يبص للصندوق بعصبيه. وبيلاحظ ان في شخص هو اللي اتبرع بالصندوق للمتحف، فبيستغرب وبياخد عنوان الشخص ده وبيروح عشان يقابله ويساله لو كان شاف المهرج جاك. ولما بيوصل هناك بيتصدم لما بيشوف العجوز نورمان وبيحكي له عن الصندوق واللي شافه. فبيدخله نورمان البيت وبيبدا يحكي له قصه الصندوق وبيعرفه انه لقاه بالصدفه وهو بيدور على اي معادن في الحديقه، ومن وقت ما دخل البيت وبدات الاحداث الغريبه تحصل. وبيعرفه كمان انه لما شاف الصندوق كان واقف على رقم 5، ولما دخلوا البيت الوحش اللي جوه الصندوق خلص على مراته انيتا وسحبها
بيسحبها جوه الصندوق وحاول انه يفتح الصندوق، لكن الصندوق كان مقفول كويس ومستحيل يقدر يفتحه. واتصل بعدها نورمان بالشرطة وحكى لهم عن اللي حصل، لكن محدش صدقه واعتبروه مجنون وبعتوه للسجن لمدة 10 سنين بتهمة انه خلص على مراته وخبى جثتها. ولما خرج من السجن حاول يخلص من الصندوق لكنه فشل، فقرر يتبرع بيه للمتحف لانه خايف منه. فبيشكره كيسي وبيسيبه وبيرجع المتحف وبياخد صندوق جاك وبيروح بيه لمكان مهجور. وهنا بيحاول يولع في الصندوق عشان يخلص منه ومن شره للأبد، وبيرجع المتحف عشان يكمل شغله. وهناك بيتصدم لما بيشوف الصندوق قدامه ولسه سليم، مع انه شافه بيتحرق قدام عينيه. وفجأة بيخرج المهرج جاك من الصندوق وبيهجم على كيسي وبيضربه فبيفقد الوعي. وبيفوق تاني يوم وبيقابل راشيل اللي بتسأله عن سبب الجروح اللي في وشه، فبيعرفها ان المهرج جاك هو اللي عمل فيه كده، فمش بتصدقه لان ده كلام مجانين، وبتقرر ترفضه من الشغل لانها مش مستعدة تسمع الكلام ده تاني. فبيروح كيسي يتكلم مع ليزا وبيقول لها ان جاك لازم يخلص على 6 اشخاص عشان يختفي، وبيعرفها انه خلص لحد دلوقتي على 4، وبيطلب منها تبعد عن الصندوق عشان ما تبقاش هي الضحية الخامسة. وبيروح بعدها يقابل موريس، فبيحكي له موريس قصة الصندوق كلها وبيكون عارف الحل، وبيقول له انه كل مرة كان بيتقفل الصندوق كان جاك بيسيب جزء منه بره الصندوق عشان يعرف يرجع تاني ويخلص على الضحية اللي بعدها. وبيعرفوا ان في تعويذة لو قالها هيخلص من جاك بسهولة بشرط انه يطعنه وهو بيقول التعويذة، وبيأكد له ان جاك هيختفي بعدها للأبد. فبيشكره كيسي على مساعدته ليه وبيقرر يسيبه ويرجع المتحف عشان يخلص من جاك. وفي اللحظة دي بتكون راشيل في المتحف وبتسمع صوت موسيقى جاي من الصندوق، وفجأة بيظهر قدامها المهرج جاك، فبتصرخ بسرعة ولكن محدش بيسمعها. وبيهجم عليها جاك وبيخلص عليها وبيسحبها جوه الصندوق عشان تكون الضحية رقم 5. وبعدها بتوصل ليزا المتحف وبتتصدم لما بتشوف قدامها آثار دم وجزء من جثة راشيل، فبتخاف جدا وبتحاول تهرب، ولكنها بتتصدم ان كل الابواب مقفولة وانها محبوسة جوه المتحف. وفجأة بتسمع صوت موسيقى خارج من الصندوق وبيخرج المهرج جاك وبيهجم على ليزا وبيطعنها وبيكون عايز يخلص عليها، لكنه بيسمع صوت كيسي جاي من بره، فبيبعد عنها وبيقابل كيسي وهو داخل المتحف وبيضربه عشان يبعد عنه وبيجرحه جرح جديد في وشه. وبيرجع عشان يخلص على ليزا، فبيهجم عليه كيسي وبيطعنه في قلبه وبيقرا عليه تعويذة سحرية قالها له موريس. وفجأة بيتفتح الصندوق لوحده وبيبدأ يشفط المهرج جاك جواه وبيقفل عليه، ولكن مخلب من مخالبه بيقع بره الصندوق. وبعد شوية بتوصل الشرطة وبتشوف المكان كله وهو متبهدل، فبتاخد كيسي وليزا معاها. ولما بيوصلوا اسم الشرطة بيحققوا معاهم عشان يعرفوا ايه اللي حصل. وبيتصدم المحقق لما بيعرف ان في روح شريرة بتخرج من الصندوق وبتخلص على الناس، ومحدش بيصدقه وبيشوفوه كريزي وبيقرروا يحبسوه بتهمة انه خلص على 5 اشخاص. وتاني يوم بيحقق معاه محقق من الشرطة وبيوري له صور المتحف والجثث اللي لقوها، وبيشوف في وسط الصور صورة آثار الدم بتاعت راشيل، وبيلاحظ وجود مخلب جاك على الارض، فبيفتكر كلام موريس لي وبيعرف ان جاك هيرجع تاني عشان يخلص على الضحية رقم 6. ولحظتها بتكون ليزا مع الصندوق وبتحاول تدفنه في مكان بعيد لانها شافت الوحش اللي جواه ومش عايزة حد يشوفه ويتأذي منه. وفجأة بتسمع صوت الموسيقى طالعة من الصندوق وبيسحبها الصندوق جواه عشان يحبسها مع باقي الضحايا، وبيلف جزء الارقام لحد ما بيثبت على الرقم 6. وبيكون جاك نجح في مهمته اخيرا وهيرجع العداد لرقم 0 تاني لحد ما حد يجي ويفتح الصندوق ويبدأ العد من جديد. وهنا بيخلص الفيلم. استنونا في الجزء التاني. لو عجبك الفيلم ما تنساش اللايك الجميل يا رايق عشان بيفرق معانا جدا، واشترك وفعل الجرس عشان ما تفوتكش افلامنا. ولو حبيت تقترح فيلم نلخصه اكتبه على طول في الكومنتات. سلام.